أنا لست على ما يرام، فلقد خذلت ممن أكن لهم كل الاحترام. تركوني أعاني وحيدا في ظلمات الليالي، ورغم ذلك حاربت من أجلهم، فخدعوني إلى طريق الموت وحدي وتركوني. لكن بسبب ذلك الظلم والظلام فقد داخلي جمرة الانتقام. وكما قال الشاعر: لا تأسفن على غدر الزمان، لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب. لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسودا والكلاب ستبقى كلاب. السلام عليكم إخواني أخواتي الأعزاء، وأهلا أهلا أهلا بكم في ملحمة قتالية أكشن دراما، وبجد أحداث فوق الوصف انفجارية. أوعدك إنك هتولع معايا من الحماس من أول دقيقة، علشان كده جايلكم بتحدي نار. أيوة، التحدي هو إننا نوصل الفيديو ده 50 لايك في أول يوم. تحدي صعب أكيد على جيشنا، لا والله. علشان كده تصلي على النبي في البداية، اسمع الفيديو للنهاية، وهيا بنا نروي لكم أحداث تلك الحكاية. ده هو زايلو، أحد الفرسان المقدسين سابقا، ولكنه حاليا تعرض لخيانة من مرؤوس الدولة، مما تسبب في تعرضه لأشد بل أقصى أنواع العقوبات، ألا وهي البطولة. فالبطولة هي الحكم الأبدي الذي يعاقب زايلو به، يا عيني. لكن قبل ما تستغرب، خلينا أديك نبذة بسيطة عن اللي بيحصل هنا. فالبطولة في العالم ده ليست قوة، ولكنها لعنة. فلو اتحكم عليك بالبطولة فخلاص اتفرض عليك تكون وحش بكل معنى الكلمة، وهدفك هو الحروب والقتالات لحد آخر يوم في حياتك. ومش بس كده، لا، ده انت في المقابل محدش هيهتم بيك لو جرالك حاجة، محدش هيحس بمعاناتك يا صاحبي. أيوة، انت مجرد دمية بيتحكموا فيها. وفي الوقت ده بقى كمان كان زايلو واقف قدام الحكام دول علشان يصدروا الأمر بعقوبته. الحكام بصوله بكل قرف وطالبوا بإعدامه. الكاهن بيشيل بأصابع الاتهام وبيقول له: انت سببت خراب ودمار وفشلت في مهمتك، صح ولا لأ؟ الواد ما فكرش ينكر حتى، وبيقول لهم: ايوه صح، ايوه انا واجهت ملك الشياطين ال11، انا وكل فرقتي، وقدرنا بعد تعب ومرار طافح نهزمه. فضلت مستني التعزيزات اللي قلت انكم هتبعتوها، ولكن استنيت مهما استنيت، والفجر أذن وحتى انت ما جيت. محدش عبرني يا سيادة القائد، ولكن الحاكم بيكذبه وبيصر ان التعزيزات فهو ما قتلش الساحرة بإرادته، لا، هي اللي طلبت منه، وده خوفا من إنها تتحول لشيطانة ويضطر يحاربها في يوم من الأيام. والجنود بدأت تضرب فيه بكل قوتها، والواد كان وصل لذروة غضبه.
بيقسم وقتها إنه مش هيسيبهم بعد اللي عملوه ده، فكل ده كان فخ علشان يلبسوا جرايم هو ما عملهاش. الكاهن وقتها بيصدر الحكم عليه وبيتم لعنه بلعنة البطولة، ولو خالف أوامرهم في يوم من الأيام فهيموت بدون أي رحمة. يا نهار أبيض، الواد ده شكله فعلا ما بيهزرش، فمحدش أصلا يقدر يستحمل الغدر والخيانة اللي تعرض لها من حكومات العالم، الحكومات اللي كان بيسعى جاهدا إنه يعمل أقصى حاجة عنده علشان يرضيهم. ومنذ ذلك الحين أقسم كمان على كرهه للساحرات، وإنه مش هيتعاقد مع واحدة تانية طول حياته. وهوبا الواد بيفوق من نومه وبيطلع إنه كان بس بيتذكر اللي حصل معاه من سنة فاتت، ومش بس كده، لأ ده بيلاقي قدامه ساحرة كمان. الله، ده هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟ إزاي عاقد مع ساحرة مقدسة من جديد رغم إنه بطل دلوقتي؟ ستوب هنا وخلينا نرجع بالزمن شوية لورا، وتحديدا قبل 24 ساعة بالظبط من دلوقتي. وفي الوقت ده بنشوف واد غلبان بيجري في الغابة، بيهرب من شياطين وفرسان مقدسين عاوزين يقتلوه، وده بسبب الصندوق اللي سرقوه. بيحاولوا يمسكوه، ولكن على مين؟ ده الواد سريع فشخ وبيقدر يهرب من فرسان المقدسين، لكن بعد شوية وقت بيتحصل من الشياطين وبياخد على عينه. الواد بيدخل يستخبى في الجذع ده على أمل إن حد ينقذه أو حد يلحقه من الورطة اللي هو فيها دي. بيحاول يدفعهم بعيد عنه برجله، ولكن جسمه النحيل الهزيل ده مش مساعده ومش عارف يعمل حاجة. الشيطان بيعوره في رجله والواد خلاص بيودع يا عيني. بينادي على حد يساعده، ولكن هل حد هيسمعك في الغابة دي؟ والله بدون مقدمات بيحضر الأسد الفنان، الولد الهيجان، خلص على الشيطان بالكامل بضربة واحدة بس، دمر جسمهم العلوي بالكامل بضربة واحدة. يا رب، وده مين هو؟ زي ابن الفنانين، بينقذ الواد الصغير بعدها واللي كان بيصرخ من شدة الألم. بيطلب من زله دلوقتي، هم كده أبطال، وحتى لو ماتوا اللعنة اللي عليهم هتتفعل وهيرجعوا للحياة من تاني. بس زله بيقول له لأ، اخرس وما اسمعش صوتك خالص يلا، إياك ثم إياك ثم إياك تفكر إنك تنهي حياتك وهم يستدعوك، فأنت مش عارف إيه ضربة الاستدحاح مرة تانية، فاهم ولا لأ؟ الواد بيهدى بالفعل، وزله اللي بيهكل الجرح بتاعه وبيوقف النزيف. بيقول له احكي لي بقى يا فال، عملت إيه خلى الشياطين والفرسان يلحقوك؟ والولد ده يا صديقي يدعى دودة، أحد المجرمين الخارجين عن القانون، وتم سجنه لعنة بلعنة البطل زله بالظبط. والولد ده كمان عنده خصلة سواد وهي اللي مودياه في داهية، السرقة. أيوة، عيبه الوحيد إنه ما يقدرش يمنع نفسه عن سرقة الأشياء اللي قدامه. زله قال له انطق يلا وقول سرقت إيه خلاك تهرب لحد الغابة هنا؟ بيقول له والله أنا لسه مش عارف، بس اللي سرقته موجود في الصندوق اللي قدامك ده، تعال بينا نشوف يمكن جواه حاجة مفيدة. بيفتحوا بالفعل، وهوبا ده كان جوه الساحرة اللي شفناها من شوية. جوله على الجرح، فزله مازال بيكرههم كره العمى. بيقول له دي متسلسلة ويلا يا عم فكك منها وخلينا نشوف حالنا أحسن منها. يا عم حرام عليك ما تبقاش قاسي كده، ده البنت حتى حتة سكر، ما تيجي نفوقها ولا حاجة، ده أنا خايف لا يجيلها دور برد من الهوا ده، وانت عارف يعني برد الشتاء عمل ازاي. زله بيطنش كلامه وما بيدلوش أي اهتمام، وبيطلع على التل ده وبيسمع صوت صفارة إنذاره اللي بتدل إن في خطر حواليهم. الواد بيترعب وعلى طول بيطلب من دوتا إيه اللي بيحصل هناك بالظبط. دوتا بيستخدم قدرته ألا وهي الرؤية لمسافات بعيدة، بيشوف كل حاجة بوضوحها. هنا كانت الصدمة، مجموعة من الفرسان المقدسين في نص الغابة ومتحاصرين من كل اتجاه، والشياطين عاملة معاهم الجلاشة، والظاهر كده إنهم هيموتوا بطريقة بشعة على الحدود. وكان في شوية من الفرسان المقدسين الأقوياء بيتصدوا لبعض الشياطين، ولكن بسبب إنهاكهم كلها شوية وقت وخلاص هيودعوا. بياخدوا على عينهم، ودوتا كان مرعوب جدا من اللي شايفه، بيتحايل على زله وبيقول له أنا عاوز أهرب دلوقتي، لكن زله ما عندوش المبدأ ده، بيقول له مهما كان فدول يظلوا بشر زينا زيهم بالظبط، اجهز بقى علشان هنخلص عليهم قبل شروق الشمس. دوتا طبعا بيصحوه. في تلك الأثناء حصل اللي ما كانش في الحسبان. أيوة، الساحرة فائت وبتقول لهم خدوني معاكم، أنا الساحرة قوية جدا وهجلب النصر ليكم بكل تأكيد. زله بصلها بقرف، فبتقول له انت اللي هتكون الفارس بتاعي مش كده؟ يلا اعمل معايا عقد وصدقني هعمل معاك دوت فشيخ ما تقلقش. لكن زله قال لها ريحي يا بنت، وطلب من دوتا ياخد باله منها على ما يقضي على الوحش وينقذ الفرسان. بينزل بالفعل، بس هي البنت هتسيبك؟ لا والله، انا وراك وراك ومش هسيبك مهما يحصل، عشان انت الفارس بتاعي.
وبيتضح وقتها إن البنت دي تبقى الساحرة رقم 13 والتي تدعى تويوتا. هتقول لي تويوتا ومرسيدس يا ليزا؟ لا يا صديقي، BMW بصراحة، واحنا نهزر ولا ايه؟ الواد طبعا متعصب منها على الآخر، ودوتا بيعرفوا باستخدام بصره الحاد مكان الشياطين وإنهم جايين عليه دلوقتي. بيقربوا منه بالفعل، ولكن زيلو بيفاجئ الجميع. دلوقتي قد ماتوا جميعا، والتاني هو اختطاف الساحرة رقم 13 من فيلق الفرقة الأساسية. والتالت بقى والألعن من كل دول هو إن الفرقة الأساسية من الفرسان بتقرب لمكان ملك الشياطين، وشكل كده الاشتباك هيكون قريب جدا من المكان اللي هبعتهولك ده. الواد اترعب جدا بعد اللي سمعه، فهو عارف كويس قوي يعني ايه ملك الشياطين. بيقفل معاه وبيروح علشان يساعدهم في التغلب على ملك الشياطين. ولكن على الجانب التاني المعركة كانت بدأت بالفعل. جنود ملك الشياطين بيقربوا من مخيم الفرسان المقدسين، ولكن الفرسان خدوا بالهم ونجحوا في التصدي الأول. موجب نجاح بيفشخوهم على السريع، والجنود عاملين شغل عظمة على العظمة. لكن هل الوضع هيفضل على كده؟ لا والله. فجأة وبدون مقدمات بيطلع لهم شيطان أقوى وأخطر من ذي قبل. دول عمالقة بمعنى الكلمة. ساعتها القائدة بتقومهم بالإجهاز عليهم قبل ما يعبروا النهر، لأنها عارفة كويس قوي لو عبروا النهر هيتكبدوا عن أضرار بالغة هم في غنى عنها من الأساس. لكن وفي نفس الوقت بيوصل زي دوتا لمكان الفرسان المقدسين. دوتا بيقول له دول شكلهم جامدين آخر حاجة، يا عم ما تقلقش عليهم واقلع على نفسك انت بس، خلينا احنا قاعدين هنا ولما الوضع يتقلب عليهم ويحتاجونا نظهر وننقذهم. مش حوار هو، لكن الساحرة ساعتها بتتعصب جامد وبتقول له انت جنس ملتك ايه بالظبط؟ دي ارواح ناس ما نقدرش نلعب بيها بالشكل ده، فكل لحظة هنتأخر فيها ممكن واحد من الفرسان يفقد حياته، فهل هتقدر تسامح نفسك لو ده حصل؟ لكن دوتا اصلا مش فارق معاه، وهوب بيختفي من جنبهم، ولكنه فصمه الحداب زيله بيعرف في وقتها انه هيروح يسرق له هبشة بشتين 3 ويجي لهم تاني. فالواد ده حرامي ملوش مثيل، لكن زيله بيسيبه بينطلق بأقصى
جيش ملك الشياطين في ظرف ثواني، فهي دي قوة الساحرة اللي بجد. بيكمل بعدها طريقه وبيتقدم لملاقاة الزعيم وأسة هذا الفساد ملك الشياطين 47، واللي بهزيمته كل أعوانه من الشياطين هيبادوا من الوجود. باختصار دلوقتي هم لو هزموا ملك الشياطين ده، فالشياطين الصغيرة يا إما هتموت أو هتنسحب بعديها بدون ما يحتاجوا إنهم يواجهوها. خطة بنت لذنة. بيتقدموا في اتجاهه فعلا، ولكن يا فرحة ما تمت. أيوة، ملك الشياطين مش سهل، لا ده أمر قلبه بالتصدي ليه، والواد كان غشيم وعافية حبتين وبينطلق بسرعة أسطورية عليه، واللي بيقابله بيكسر عظمه حرفيا. فشخ من كل الجهات يا معلم، بيشق طريق وسطهم ببراعة وبيتجنب الاشتباك لأقصى درجة ممكنة، وبيطلع عليه وبيقدر يقتل أحد أذرعه بكل سهولة. بيعرف يستنى الفرصة المناسبة وبيقطع له دراعه التانية. الله عليك يا عم، الواد شغال تشريح وتقطيع من كل مكان، والشيطان بيعمل انفجار مرعب وزايلو وتيوتا اتنطروا لبعيد. الواد علشان كان بيحاول يحميها اتضر جامد، وتيوتا بتحاول تفوقه وبتقول له قوم يا عم قوم، فانت ما ينفعش تموت دلوقتي. لا، فالشيطان ما زال على قيد الحياة. زايلو بالعافية بيفوق، ولكنه ما كانش قادر يحرك جسمه. بيبص جنبه بيلاقي دس السارق لغم أرضي وداخل عليه. يا ابن المجنونة، هو ده وقت السرقة برضه؟ لكن زايلو فرح جامد من اللي عمله، قال له يا ابني والله انت اكتشاف، مش عارف انت جبته منين، ولكني انا بحييك. وهوبا بيستجمع قوته، ده كمان بيفعل اللغم، ومرة واحدة على الوحش بيحدفه بيفجر 200 أمه، وبياخد تيوتا وتوتا هم كمان لبعيد. الضباب بيوح، وملك الشياطين رقم 47 اتهزم على ايد البطل زايلو بمساعدة الساحرة، وده السبب اللي جعل أعوانه الشياطين الصغيرة والكبيرة يفروا هاربين. أيوة، هو ده آخركم يا شوية عهد. زايلو وقتها بيقعد يتكلم مع تيوتا على التل ده وبيشكرها علشان ساعدته، إنه لولاها ما كانش هيقدر عليه. البنت ساعتها اتضايقت جامد وطلبت منه يزود حصتها من المديح، وياريت يعني لو يطبطب على دماغها زي العيال الصغيرة. الواد بيوافق، ولكن أول ما بيلمس إيديها بيفتكر الساحرة اللي موتها وكانت السبب في تعرضه للعنة. كان في قمة الغضب، ولكنها وقتها بتدخل عليهم القائدة كيفة وبترفع السيف على زايلو وبتحذر الساحرة منه، وبتقول لها على الجريمة اللي الواد ده ارتكبها، ألا وهي قتل ساحرة من الطراز الأول وتعريض حياته وكافة جنوده للخطر، مما تسبب بعقابه بلعنة البطل. وبس كده يا سيد الناس، هو ده اللي حصل بالظبط. أيوة يا صديقي، فدي الطريقة اللي تعاقد بيها زايلو مع تيوتا بعد أن أقسم وأخذ عهدا على نفسه بعدم فعل ذلك مهما كلف الأمر. فيا ترى إيه هيحصل معاهم بعد كده؟ ده اللي هتعرفه في الجزء الثاني من حكاية النهاردة. لو عجبتكم أنمي النهاردة اكتبوا لي في كومنتات وأنا هعمل لكم الجزء الثاني. ما تنساش لايك والاشتراك، وسلام. سلام.